أهلا بكم في موجز أخبار المركز الثقافي اليمني في القاهرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2024. المشاركة بجناح اليمن في معرض الكتاب الدولي في القاهرة في دورته 55. إقامة أربعينية الشاعر الراحل محمد زايد الألمعي بحضور نخبة من المثقفين العرب. توقيع كتاب الأستاذة سعاد العلس نساء عدن تنوير وتحرير. تنظيم ورشة للفنان صدام العدلة في صناعة الدمى والعرائس للأطفال. زوار معرض الكتاب الدولي في القاهرة. عقد اللقاء الدوري الثاني للبعثة الدبلوماسية في القاهرة برئاسة سعادة السفير خالد محمود بحاح. إقامة محاضرة للدكتور عبد الله بانخر بعنوان رؤية استشرافية للمشهد الإعلامي. الاحتفال باليوم الوطني للخط المسند 21 من فبراير. احتفال السفير أشرف عقل بتوقيع كتابه شخصيات في حياتي. إقامة حفل المؤسسة الإعلامية يمنيون في أمريكا التكريمي الأول لنجوم الفن والدراما اليمنية. إقامة محاضرة لمؤلف كتاب الكوارث الطبيعية والأخطار البشرية في تاريخ اليمن القديم الدكتور محمد العويل. المشاركة في تنظيم عيد موكا السنوي بإقامة حفل خطابي ومعرض لأجود أنواع البن. المشاركة في برنامج أهل رمضان في الحديقة الثقافية للطفل في القاهرة. الفنان صدام العدلة يدرب الأطفال على صناعة فوانيس رمضان والدمى والعرائس في حديقة الطفل ومعرض فيصل للكتاب. المشاركة في تدشين الجالية اليمنية بازار للأسر المنتجة في مصر وعقد الاجتماع الفني للدوري الرمضاني لكرة القدم. لقاء السفير بحاح بالأدباء والكتاب والمثقفين في القاهرة.